بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل واحلى واطعم كفتة فراخ، وهنعمل معاها رز اصفر برضو بطريقة حلوة قوي. بجد طعمها حلو قوي قوي ومش تاخد معاكي اي وقت. يعني لو مستعجلة كده وعايز تعملي غدا سريع اعملي الكفتة الحلوة دي، بجد طعمها حلو تحفة بجد. بصوا شكلها من جوه طرية بقى كده وطعمها حلو قوي. تقدري تعمليها مشوية، تقدري تعمليها محمرة كده زي ما انا عاملاها، اللي يعجبك. بس يا ريت قبل ما ندخل جوه الفيديو ونشوف الوصفه بتاعتنا النهارده، يا ريت لو لسه ما اشتركتيش عندي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس على الكل. ولو عجبك الفيديو وان شاء الله هيعجبك يا ريت تدعميني باللايك. بجد طعمها حلو قوي، مش هتبطلي تعمليها ومن غير حاجات كتير خالص هتعملي الكفته الحلوه دي. زي ما بقولك لو ما عندكيش وقت كده اعملي الغدا السريع ده ومش هياخد معاكي حتى نص ساعه. ان شاء الله مكوناتها موجوده عندك وهتعمليها على طول، بتبقى حلوه قوي مع الرز الاصفر مع سلطه وعيش براحتك خالص. يلا بينا بقى نسمي بسم الله وندخل جوه الفيديو ونشوف هنعمل الكفته بتاعتنا ازاي. عندي بصله كبيره كده شويه، تمام. هضربها بقى في الكبه الاول لحد ما تبقى ناعمه معايا خالص. وبعد كده عندي حوالي نص كيلو او نص كيلو الا شويه، يعني ما فيش مشاكل. حطيته كده في الكبه. بص هو كان البانيه كمان ماسك نفسه شويه، كان متلج فبرضه حلو قوي. طحنته مع البصل، وبعد كده هحط بقى شويه من البقدونس اخر حاجه. وبعد كده هنزل بمعلقه ملح صغيره ومعلقه توم بودره وبصل بودره وبهار فراخ وطبعا فلفل اسود. والمكون اللي هيدينا طعم حلو قوي الفيجيتار الحار، لو موجود عندك هيديكي طعم حلو قوي للكفته. حطيت حوالي كيس الا ربع كده، ممكن الكيس كله برضو مفيش مشاكل. هيخلي الكفته بتاعتك متماسكه وفي نفس الوقت بيديها طعم حامي كده شويه. اللي بيحب الاكل الحراق، الطعم بقى بتاع الفيجيتار ده انا ما اشتريتهوش، هو كان عندي عشان احنا مقاطعين الحاجات دي دلوقتي، فبجد هو كان كيس قديم عندي يعني فاشتغلت بيه. في بدايل كتير موجوده في السوق دلوقتي بدل الكلام ده. هنجهز الرز بقى بزيت وسمنه او زيت وزبده، وعليه معلقه صغيره قرفه وبصل بودره وتوم بودره، معلقه ممسوحه بس من القرفه، ما عدا كل دول معلقه مليانه. وبهار فراخ وفلفل اسود ومعلقتين من الكركم وورق لورا، لو موجود عندك حبهان تمام هيبقى حلو قوي. وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا. هنديله بقى تقليبتين كده عشان الرز بتاعك يطلع حلو ان شاء الله. وبعد كده هننزل بالميه، وبعد كده معايا رشه من المرقه، لو حابه ان انت تحطيها هتدي طعم حلو، مش حابه ممكن تحطي شوربه او ما تحطيش خالص، احنا حاطين بهارات كفايه يعني. هنظبط بقى الملح بتاعنا وتمام كده، هنغطي بقى الرز ونسيبه يستوي عادي خالص. هنحمر بقى الكفته. بصي انا بحط شويه صغيرين كده من الزيت، لو انت حباها يبقى لونها فاتح بقى زودي الزيت، هتبقى كفته ماليه. انا عاملاها شويه كده تبقى كانها مشويه، يعني مش حاطه زيت كتير. ممكن تعمليها في الجريل لو عندك جريل برضو هيبقى حلو قوي. فانا مش حاطه زيت كتير عشان ناخد طعم الكفته المشويه كده. لو انت بقى حباها مقليه زودي بقى زيت كانك بتقلي بطاطس او حاجه. بس بتتحمر بقى معاكي بتبقى حلوه قوي. لو عندك بطاطس كمان، لو عندك بطاطس كمان زي ما بقولك ممكن تحطيها كمان مع الاكله دي، هتبقى حلوه قوي. زي ما قلت لكم اكله سريعه وبسيطه والله مش هتاخد معاكي نص ساعه. لو عايزه لون الكفته يبقى افتح من كده، احنا بنحب اللون بتاعها يبقى كده لون المشويه شويه. لو عايزه اللون يبقى افتح من كده ممكن زي ما قلت لك تزودي زيت او زي اي طريقه بقى انت بتحبيها. انا بالنسبه لي اللون ده كويس قوي، بنحب الحاجه محمره شويه احنا. فبتطلع بقى كده زي ما قلت لكم طعمها بيبقى حلو قوي. بتبقى طريه كده وبجد بيبقى طعمها تحفه. واكله سريعه مع السلطه كده، ولو في بطاطس هتبقى اكله حلوه قوي. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو بمعلومه صغيره. ولو عجبكم يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. وجربوا الكفته الحلوه السهله البسيطه دي ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده، شكرا ليكم.